السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج العقرب حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفاعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة يزوروني ما تنسوش يا ولاد تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو وكومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، إنه لا يعلم الغيب إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله مالك كده منعزل وقاعد لوحدك؟ انت حابب الوحدة؟ من نفاق البشر والبعد عن الناس غنيمة. انت عندك في سكتين، السكتين دول انت هتسلكهم بطولك بدون اي مساعدة من حد. يعني السكتين دول انت هتقدر ان انت تسلكهم وهتوصل للهدف اللي انت عايزه. كمان انت مش مستني حد يساعدك او حد يدعمك، انت ساند نفسك وعكاز نفسك، وعندك إرادة وصبر ان انت توصل اللي انت عايزه. بس الطريق الاولاني ده توريق رزق، والطريق التاني ده حياة زوجية او طريق حب، وهتكون مبسوط جدا وهتوصل لأهدافك واللي انت عايزه. بس لازم تخلي بالك من الناس اللي موجودة حواليك، لان في ناس عايزة توقعك، في ناس حابة اصلا انها توقعك وتحطك في وضع مش حلو، لكن انت هتتغلب عليهم وهتقدر توصل لأهدافك وتوصل لكل اللي انت عايزه. طموحك كتير واهدافك كتيرة، واللي انت عايزه بتقدر تحققه حتى لو طالت السنين، بس انت هتحققه في الاخر لان انت عندك ارادة وعندك عزيمة. خلي بالكو في تعابين كده في على شكل بشر، عاملين بقى ان هم حبايب، فخلي بالك. بيقولك احنا بنحبك وكأنهم ناس كويسة وهم اصلا مش كده. التعبان يعني شخص ما يعرفكش وبيكرهك بدون سبب، وعايز يشيل النعمة اللي معاك، وهو بيبص عليك من بعيد لبعيد. التعبان التاني ده هو واحد من عيلتك وخصوصا من بيتك، ودايما بيتابعك ومش بيحبك يشوفك احسن منه، وبيحزن دايما لو لقاك سعيد، ودايما بيشوفك ان انت العدو بتاعه. والتعبان بقى التالت هو صديق او صديقة من عملك وقريبين منك، وبينصحوك بحاجة، ان هي بقى بيهتم المصلحة، ممكن يكون معاك في عملك او في جامعتك او في دراستك، والله اعلى واعلم. وفي غيرة، بتغير منكو كتير، بتتمنى ان حد ياخد مكانك، والله اعلى واعلم. ودايما عايزة اللي في ايديها، اللي في ايديك كده ليها، وبتحاول تقرب منك عشان تدمر بالبطء. فلازم تخلوا بالكم من الناس دي، ولازم عينك تكون في وسط راسك عشان ما يسوبكش الأذى. الناس دي موجودة في حياتك وعاملة نفسها، وهم بيلفوا ويدوروا، لأن خلي بالك، لأن الناس دي أنا مش بقول لكم طاقة سلبية، بس دي تحذيرات لازم تخلي بالك منها. انت مشكلتك ان انت وسواس في حاجات كتيرة، وسواس في الافكار، بيجيلك كده افكار فيها وسواس كتيرة، مش بتقتنع بالحاجة بسهولة، بتحب التميز في حاجات معينة، وكمان لوحده آه يعني دايما اسعى الأفضل والأحسن، بس بطريقة بهدوء. التردد عندك وده أكبر عيوبك، عيوبك. انت ما تحاولش ان انت تتردد وتعرف تاخد القرار الصح، وبلاش العصبية، لان العصبية دي هتخسرك حاجات كتيرة وبتتعبك في نفس الوقت. لما الواحد يهدى كده يستغفر، وحاول تطلع صدقات لوجه الله عشان ربنا يزيح عنك اي غمة اي ابتلاء. في انهاء كده علاقة وبشكل مفاجئ، في الفترة الجاية انت هتنهي علاقة مع حد او شخص معين بشكل مفاجئ،
وهتكون من جواك مش زعلان ولا حزين، بعكس قبل كده ما كنت بتنهي العلاقة كنت بتبقى متضايق وحزين. لكن المرة دي انت هتنهي العلاقة دي بدون اي حزن او بدون اي زعل من جواك، عكس اي فترة فاتت، لان انت كده جبت اخرك من العلاقة دي. سر السعادة عنك ان انت من الناس الحساسة قوي، وبتتأثر بالكلام ودايما بتفكر في المستقبل، وبتخاف من القادم، وبتحب المرح وبتحب الفرح، بس بتبقى قلقان وما بتحبش تضحك كتير، ودايما لما بتضحك بتقول يا رب خير. بتفكر في هموم غيرك ومشاكل غيرك، ودي بتأثرك. بس لازم تخلي بالكم، ما تحاولوش تخشوا في مناقشات مع حد، وما تخليش حد يستغلك، لان الناس بتستغل طيبة القلب ديت، وطيبة القلب دي اللي بتوقعك دايما. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي رسول الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. انت عايز تعيش وتبقى مستقر وتعيش بذاتك، مش عايز، انت عايز تبعد. هما بيلحقوك مش سايبينك في حالك، ناس عامله زي ما تكون مسلطه عليك وعايزه تسيطر عليك. انتوا جواك انت الحاجه دي، انت بتبحث عن نفسك، انت بتقول انا كنت فين وبقيت فين، ايه اللي عمل في حالتي ووصلني للحاله ديت. انت في الوقت الحالي عندك اسئله كتيره ومش لاقي الوجاب. ايه العراقيل والناس المستفزة، والناس اللي عايزة تسيطر عليا، والناس اللي عمالة تنكش ورايا، يعني عمالة عايزة تمسك على حاجة، عايزة تفتري بحاجة. أعداء. لا إله إلا أنت عليه، لا إله إلا أنت حبيبي رسول الله حولك بالله. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي رسول الله. انت عمال تلوم في الدنيا، انت شايف ان الدنيا الناس كلها سعيدة والناس كلها مرتاحة، كل شخص عنده همه بس بيختلف. انت ربنا اداك حاجة واداك حاجة تانية، او ابتلاء بشيء، وكل ده بيبقى من عند رب العالمين. كلنا زي بعض، ما حدش بياخد ال 24 قيراط. ال 24 قيراط بتاخدهم، يعني بتبقى في حاجة كده. كل شخص عنده حاجة، هي دي بتحس ان الدنيا مش مديك كل حاجة. الظلم بيجي من عند العباد، مش من عند رب العالمين، مش من عند رب العالمين. فهمتوا حبايبي؟ انت عمال تفكر في السفر او رجوع حد في السفر، يعني لو انت بتفكر في نقلة في حاجة فيها سفر، في منكم بتعانوا من سحر وحسد شديد، انت عامل زي ما كنت بتتخلص منه، تعبان في حياتك، ان شاء الله هتتخلص من الطاقة السلبية دي. في كمان منكم زي التايهين، عامل زي ما يكون كده واقف في الطريق وتايه، مش عارف تاخد خطوة، مش عارف تعمل ايه، عامل زي ما يكون زعلانين بكيانين، او في ظلم. في منكم الظلم من رجل، ممكن يكون اب خد منك ورثك، او حما، الشخص ده ظلمكم وجه عليكم، انتوا كنتوا متخيلين ان هو يكون في ظهركم، لكن طلع معاكم العكس وغدر بيكم، فانتوا ظلمتوا من اقرب شخص ليكم. لكن انت صعبان عليك بالشخص ده، لكن ان شاء الله ربنا هينجيك. انت عندك عين كبير يعني شديدة دي ومأثرة عليك، آه يعني رجل وامرأة وعاملة زي ما تكون حية تعباكوا بالعين الشديدة عليكم، لكن ربنا هينجيك من الطاقة ديت. حاسس ان انت لوحدك والحبيب كده مش حاسس بيك، او حاسس بالطاقة بتاعت تجاهل، كأن الشخص ده متجاهلك وجاي عليك مش حاسس بيك، لكن ربنا هو اللي هيكبر بخاطرك، لان انت وقفت جنبه كتير وشايل عنه كتير، شايل عنه بقى عنه هم مسؤوليات كتيرة، انت اللي شايل الحمل ده لوحدك،
لكن ربنا يكبر بخاطرك والشخص ده راجع، لان انت بدأت تاخد الموقف، لان انت مش حارمه من حاجة، لان هو يعني بيتمنى إيه، انت شخص واقف في ظهره. عيبك الوحيد ان انت بتدخل اشخاص في حياتك مجرد ان هم بيتكلموا معاك بكلام حلو، حتى لو بينك فيه ايه بتلين، مش بيهين عليك وما بيشيلش، وده سبب ان هم بيخربوا الحياة او بيعملوا لك مشاكل بينك وبين شريكك. حاول تخلي بالك من الحاجة دي، مش كل شخص يضحك قدامك بقى بالمظهر كده زي ما شفت منك، او حسب اللي هو وراك حطه في مكانه بالظبط. لازم تأسس حياتك على كده. في عندك طاقة غيرة ناس كده غيرانة ومدمرة حياتك بكده. في منكو بيفكر في حرية، انت بينك وبين حد في عشرة، عامل زي ما يكون متربط، انت بتتمنى ان انت تتحرر من ضيقة ليك او حد عندك. ان شاء الله خير، حد مسجون، عندك طاقة حرية، حتى لو علاج حد تعبان، ربنا يشفي كل مريض يا رب. لو عندك في ديون، في رزق جايلك في الطريق ليك، وده يفك الضيقة. ربنا يفك كل ضيق. متضايق، لا اله الا الله محمد رسول. في عندك اخبار حلوة، دي هتفرحك، حد هيساندك، هيقف جنبك، او انت مقدم على حاجة مستني رد واوراق. ان شاء الله ربنا هييسر لك امورك، وهتقدر تاخد قرار انت مش عارف تاخد في الوقت الحالي. عندك فيه كمان زيارة او مقابلة، ودي هتفرح بيها، او رجوع شخص ليك. بس خلي بالكم ان انتوا عندكم فيه عين قوية شديدة من الناس اللي حواليكم، مش سايباكم في حالكم. دايما مشاكل بينك وبين حبيب، مشاكل مش عارفين ترتاحوا حتى لو يوم. ما تسمحش ان حد يتدخل، ما تعرفش حد عن خصوصياتك، عن حياتك. في في منكم هيكون عنده زواج، حد قدم لكم، حد قريب. ممكن تكون فسخت خطوبة، ما كملتش علاقة عاطفية، حاجة عندك علاقة عاطفية، في حد جايلك في الطريق. في من الناحية العاطفية في بعد وراجع. لا إله إلا الله محمد رسول. حد كده راجع لك كده زي ما بيقولوا ايه، جاي بالسريع. ربنا يفرحكم يا رب جميعا. لو في خشام بينك وبين أشخاص هيكون في صلح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندك في فرحة، لم شمل انت وأسرتك. في منكم زعلان وباكي، في شخص هيقرب منك كده ويقرب منك كده وانت حاسس بضيقة. ان شاء الله عندك حاجة بتكمل، بتخص مال، عاطفة، فربنا هينصرك بإذن الله. شخص راجع لك من جهة عاطفية أو مال، في حاجة كانت ناقصة عندك في حياتك وانت هتكملها. في عندكم بشرة حمل لبعضكم بإذن رب العالمين. ربنا يدي كل مشتاق يا رب. لا إله إلا الله. في منكم حاول في شيء وما كملش ليه، ان شاء الله هيكمل. حمل، زواج، بالعلاقات العاطفية، حاجة انت اكتر من مرة يعني جازفت فيها وما حصلش فيها نصيب واتأجلت، بتتأخر، ان شاء الله هتنول مرادك قريب وبعدها هتفوق. في اتنصب عليك في مال، في حقوق، او ظلمت في شيء، ان شاء الله انت هتاخدها. في طاقة كده، في حد كده زي ما يكون في ضيقة وانت بتفكها، بتخرجوا منها. في مشاكل بسبب الطرف الثالث، في حرف الألف
حرف الياء حصل فيه مشاكل، وحرف السين بعدها انتوا بعدت، تجنبت او قطعت العلاقة بينهم، هما ناس قريبة منك. ان شاء الله عندك في نصرة، نجاح، علو نشأ، في رجوع، عندك في لما اجتماع مع الغريب، انت بترتاح مع الغريب، لكن القريبين كلهم خبث وليك، وكأنهم بيتمنوا ان هم ما يشوفكش، لانهم بيتعاملوا معاك عكس كده عشان المصلحة. عندك كمان حرف اليه، وده متكرر معاك كتير، ممكن يكون اسمك او اسم حد قريب منك. في علاقة متوترة حبة، ودي هترجع بإذن الله. لو في خلاف أو خصام بينك وبين حبيب، إن شاء الله هيكون هتحلها على خير. في حد مريض، ربنا يشفي كل مريض، ربنا يشفي كل مريض يا رب. لو حد عندك أو أنت، ربنا يشفيك ويشفي كل مريض يا رب. الله برحمة. في في منكم بتخص الدراسة او بتتعلم حاجة جديدة، ان شاء الله ربنا يوفقك. عندك حرف الدال، حرف الميم، وعندك استقرار ولم شمل، في حاجة انت بتجني منها، بتقطف منها، ده في طريقك، في مساعدات، في حد هيساعدك، حاجة انت بتبيعها تقبض تمنها. حاول ان انت تشيل جزء عندك، ما تحاولش ان انت تصرف، لان انت بتقع في ضيقات مالية كتيرة. انت شخص عملي، بتمسك المال من هنا بيتبخر، فحاول ان انت تطلع حاجة لله، وحاول تخلي بالك من فلوسك، مش كل الهيافات تروح تشتريها. يعني انتوا ما شاء الله عليكم، انتوا يعني عندكم كلمة ذكاء حلوة، بس بتحب تنزه نفسك، وبتحب تجيب وتحب تشتري. اي فلوس زي ما عندنا في مصر مثلا، اي جنيه بيبقى في ايديك بتروح على طول تشتري، وبعد كده ما بيكونش معاك. لا، حاول تدخر ويكون معاك. زي ما عندنا في مصر بيقول لك ايه، القرش الابيض بينفع في اليوم ايه الاخضر. لا انا مش عايزه اقولها. ربنا يديكوا يديكوا يرضيكوا يا رب. حاولوا تحصنوا نفسكم، وحاولوا تطلعوا صدقه لو حتى صغيره جدا، لان العين عليكم، والعين دي يعني راشقه فيكم يعني. ربنا يحفظكم يا رب. عليكم بالموعظتين، وقل هو الله احد، ودايما نسمع الرؤية الشرعية.